السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة كيفاش حصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل متابعينا الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. وكالعادة بدون مقدمات بدون إطالات ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. قضية اليوم متابعينا الكرام هي واحدة من القضايا اللي خدموا على الناس ديال الشرطة قضائية. قضية اللي كان فيها درس وعبرة كبيرة. قضية اللي ممكن توقع لأي شخص فينا، أي واحد فينا تقدر توقع له هذه القضية هذه. فهي تكلمت عليها في واحد الحلقة، وهاليوم ها هي مسطرة، قضية حية كيف تيقولوا. قضية اللي كانت غتمشي فيها واحد الإنسانة للسجن باطل كيف تيقولوا، باطل، ولكن بالحنكة ديال المحققين والبحث والتحري بانت الحقيقة اللي ما عمر شي إنسان كان كيتوقعها، خاصة في هذه القضية هذه بالضبط. واحد البنت، هاد البنت هادي تولدات، هاد الولادة ديالها كانت الأم ديالها في علاقة غير شرعية مع واحد الإنسان. هذاك السيد ما بغاش يعترف بهاد البنية هادي. البنت عاشت مع أمها، تولدت في العمر ديالها 7 سنين. توفات الأم ديالها جراء واحد حادثة سير. بقات هذيك البنية ذات جداها، أي الأم ديالها، تتعيش معها. ولكن البنت ما ارتاحتش تمايا، ما ارتاحتش مع ديك دار جدها تما، خاصة بحسب ما تذكر في المسطرة أن في الدار ديال جدها كاين غير الناس الكبار. البنت في ديك البادية ما عجباش الحال، بقات تجي واحد خالتها أي أخت الأم ديالها تتقول ديني معاك خالتي، ديني معاك. خالتها هضرت مع الأم ديالها أي الجدة ديال البنت، قالت لها أنا راه غادا ندي معايا فلانة تعيش معايا. هاد الخالة هادي عندها 2 ديال البنات تقريبا اللي في السن ديال هاد بنت اختها هادي اللي غادا تبناها وتكفل بها. وجابتها وكملت لها الدراسة ديالها حتى قرات البنت، ولكن قطعت في واحد السن مبكر، ما كملتش الابتدائي ديالها، خرجت يمكن من 5 ابتدائي. وهذوك بنات خالتها كملوا القرايه ديالهم، وهي بقات الدريه بقات في الدار. هذيك الخاله ديالها معتبراها بانها ماشي غير بنت اختها، بل اعتبرتها البنت ديالها. حتى دوك بنات خالتها اعتبروها الاخت ديالهم، عاشت معاهم تما حتى ولات في العمر ديال البنت تقريبا 25 سنه. وهذوك بنات خالتها تقريبا كيف قلت في نفس السن ديالها. البنت كيف قلت ما تمشي لا تخدم لا والو، جالسه غير تما في الدار. هذوك بنات خالتها وحده مازال تتقرا في الجامعه، وحده تزوجات، ولكن تزوجت في نفس المدينه فين ساكنه، في كاينه الدار ديال الام ديالها. الامور طيله السنوات هذه كانت على احسن ما يرام، حتى لواحد النهار جاو البوليس تيدقوا على هاد السيده هذه اي الخاله، تيدقوا عليها في الدار ديالها. السلام عليكم. السلام. قال لها عندك واحد البنت هنايا، الاسم ديالها فين؟ قالت لك هي هذيك ماشي بنتي، ولكن راه بحال بنتي، هي بنت اختي. قال لها بغينا هاد البنت هذه. كتفاجئ البنت الوقت اللي خرجت عندهم تاكدوا من الهويه ديالها. الناس ديال الشرطه قال لها غادا تمشي معنا، شنو كاين ما كاين. تتفاجئ البنت بان الناس ديال الشرطه تولوا دير عندنا النيابه العامه بانه تتصدر مجموعه ديال الشيكات بدون رصيد. شكايات كثيره تيجيو بانه كاين اصدار من طرف ديالكم مجموعه ديال الشيكات بدون رصيد. الخاله ديالها تما تتقول ودي انا هاد البنت هذه ما عندهاش اصلا حساب بنكي. البنت تقول انا ما عندي لا حساب بنكي لا والو. كيفاش الشيكات ماشي البنت اصلا ما قاريش، ما عندهاش داك النيفو ديال البنت خارجه من 5 ابتدائي، ما عارفه شنو الشيك، ما الشيك بدون رصيد. الهضره السيده ما فهمت حتى شي حاجه، خالتها تدافع عليها. البوليس هنا صار انتباه ديالهم هاد الهضره، عاودوا تاكدوا من الهويه ديالها، تلقاو بان الشكايات جات في الاسم ديال السيده بكامل الهويه ديالها ولات في بطاقه التعريف ديالها. اذا هي هذه البنت. قالوا دي ضروري خصك تمشي معنا. مشات معاهم السيده، تبعتها الخاله ديالها. غريب
اللي كانت البنت تقول انا اصلا ما عنديش حساب بنكي، خالتها تقول ودي السيده ما عندها اصلا، ما تخدم ما تدير حتى شي حاجه باش اصلا غادا تحتاج يكون عندها حساب بنكي. ولكن البوليس عندهم الاثبات، عندهم شيكات بدون رصيد، شيكات كتفيد بان هاد البنت هادي كانت تاخذ بعض السلعه، كتاخذ بعض المنتوجات، بالمقابل كتعطيه شيك، كتحط شيك فيه مبالغ مختلفه ما بين 3000 3500 درهم 2000 درهم. الناس تيدفعوا له الشيكات، شيكات كثيره باسم هاد البنت هادي. غريب، البنت تقول انا اصلا ما عنديش حساب بنكي، فما بالك غادي ناخذ انا الشيكات. شنو اللي وقع؟ هادوك الناس اللي تيكونوا دافعين الشيكات تيجيبوهم البوليس تيقولوا لهم ودي واش هذه هي البنت اللي عطاتكم الشيك؟ قال لك لا. مجموعه ديال الناس تيقول لك ودي لا ماشي هي هذه البنت اللي خدات من واحد، تيقول لك ودي خدات من عندي فران، واحد تيقول لك ودي راه خدات من عندي الثلاجه، واحد اغلبيه هاد الناس هادو اش كيبيعوا الاثاث المنزليه. واحد تيقول لك ودي راه خدات من عندي واحد تلفزيون بلازما، واحد تيقول لك ودي راه بعت له واحد التليفون عطاتني فيه غير 300 درهم وبقات تتلح عليا. وهاد الناس هادو كلهم تيقول لك ودي السيده اللي كانت تعطينا هاد الشيكات هادو كيكون عندها واحد الالحاح، حتى كانت تستعمل ديك اللباقه ديالها في الهضره. اللي تيهم الناس ديال الشرطه انه لما تيجيبوا هاد الناس هادو تيقول لهم ودي واش هذه هي السيده اللي عطاتكم الشيك؟ واش كيقول لك لا ماشي هي هاد البنت هادي، ماشي هي هادي. قالوا البوليس لربما هاد البنت هادي شي حد سرق لها دفتر الشيكات وبقى تيصدرهم ولا تيستعملهم للصالح ديالو يمكن. ولكن البنت هي اصلا تتقول انا ما عنديش حساب بنكي، وخالتها كتقول لك ودي فعلا هاد السيده ما عندهاش حساب بنكي، وهي اش غدير بالشيكات؟ واش غدير اصلا بالكونت بونكير؟ غريب. البوليس هنايا بوسائل الاثبات ديالو بان الاسم ديال هاد البنت هذه هو فلانه بنت فلانه، رقم بطاقه التعريف ديالها كذا كذا، الرقم الحساب البنكي ديالها هذا، الوكاله البنكيه كذا كذا. اذا هي هذه البنت. داروا المسطره ديالهم، قدموا النيابه العامه. البنت مشات حتى عند النيابه العامه، تما نائب وكيل الملك مشات تقول نفس الهضره اللي صرحت بها الناس ديال الشرطه. الناس ديال الشرطه حرروا المحضر ديالهم بناء على وسائل الاثبات، كاين دليل مادي، كاين لي بروف، صافي هادشي اللي تعرفوا. النيابه العامه الوقت اللي سمعات الهضره ديال هاد البنت تقول انا اصلا ما عنديش حساب بنكي، النيابه العامه استمعت لهذوك الناس اللي تيقولوا دي لا راه هاد البنت هادي ماشي هي اللي كانت تدفع تعطينا الشيكات مقابل انها تاخذ بعض المنتوجات بعض المواد، ماشي هي هاد السيده هادي. هنا النيابه العامه عاودت رجعت الدوسي ورجعت المسطره للناس ديال الشرطه، رجعت البنت قالت لهم ودي هاد البنت هادي تبقى في سراح مؤقت وبحثوا في هاد القضيه هادي. كيفاش البنت ما عندهاش حساب بنكي؟ هي تقول ما عنديش حساب بنكي، ولكن هاد الشيء راه خارج بالاسم ديالها، صافي غير عندها حساب بنكي. القضيه ما تفهماتش. وغير الاغرب من ذلك هو ان هاد الناس هادو كلهم تقريبا كانوا كيبيعوا المواد او الاثاث المنزليه، التلفزيون، الثلاجات، الفران، مجموعه ديال الامور اللي تتعلق بالبيت. واغلبيه هاد الناس هادو في الشيكات ديالهم كان مجموعه ديال الشيكات كثيره جدا. ما عنديش العدد ديال الشيكات انا، ولكن بالتعبير او بالصيغه مجموعه من الشيكات بدون رصيد. اغلبيه كانت فيهم تقريبا ما بين 1500 2000 حتى 3500 حتى 4000 درهم. ما كاينش شي شيك اللي فات هذا المبلغ هذا. ولكن بزاف ديال الناس اللي تيقولوا دي انا جات عندي واحد السيده دات من عندي، هذا تيقول دات من عندي، اذا هاد السيده اللي كانت تدفع هاد الشيكات وتتاخذ هاد الامور هذه. والاغرب من ذلك هو انه كاين بعض الناس اللي تيقول لك ودي خدات من عندي تلفزيون، الاخر تيقول لك خدات من عندي انا تلفزيون، الاخر تيقول لك ودي خدات من عندي تلفزيون، هذا تيقول لك ودي دات من عندي ثلاجه، هذا تيقول لك ودي دات من عندي واحد الفران، ودات من عندي شي امور ديال التزيين ديال المنزل، دوك لي فاز وكذا وكذا. وفين تديهم هاد السيده هذه؟ وشكون هي؟ هذه كلها امور اللي تطرح اكثر من علامه استفهام. ولكن الناس ديال الشرطه في البحث ديالهم
بغاو يتاكدوا واش فعلا هاد السيده هادي عندها حساب بنكي او لا. بالبحث ديالهم التحريات وصلوا الى انه فعلا كاين حساب بنكي باسم هاد البنت، وتيقولوا الناس ديال البنك بان هاد الحساب هذا راه قديم شويه، راه تقريبا واحد المده ديال 6 شهور هذه باش تنشا. الاكثر من ذلك تيقولوا بان هاد صاحبه هاد الحساب البنكي خدات دفتر الشيكات بالتاريخ الفلاني، صافي بعد ما كريات هذاك الحساب البنكي واحد المده ديال 20 يوم، هو عندها عندها دفتر الشيكات. نزيد نقول واحد القضيه، الناس ديال البنك وبحسب البحث اللي توصلوا قال لك اودي بان صاحبه هذا الحساب البنكي ما جاتش خدات لاكارت كيشي، ما خداتهاش، مازال كاينه في الوكاله البنكيه. 6 شهور باش كاين هذا الحساب البنكي. البنت تقول انا ما عنديش حساب بنكي وما عندي لاش ندير حساب بنكي، وهذا الشيء اصلا هذه الهضره ديالها اللي كتقول انا اصلا راه ما عندي لاش غادي ندير حساب بنكي، تاكدات من خلال ان الناس ديال البنك تيقول لك اودي بان صاحبه هذا الحساب البنكي مازال ما خداتش لاكارت كيشي. البنت اللي كانت مصوبه حساب بنكي علاش ما تاخذش لاكارت كيشي؟ ساودي هي خدامه، والبنت خالتها تقول لك اودي البنت ما تخدمش، ما عمرها خدمات جالسه غير في الدار، ولكن الحساب البنكي بالاسم ديالها. اذا هذا شي حد اللي جا استغل ربما بعض الامور وجات تيصاوب حساب بنكي باسم هذه البنت. وماشي بزاف دابا باش ولا تيستعملوا، صافي كانت عنده هذه النيه ديال انه يصاوب حساب بنكي باسم هذه البنت وياخذ كارنيت شيك، ودازت مده تقريبا ديال 6 شهور عاد بدا تيستعملوا. وهذوك الشيكات غالبا هذه اللي كانت تتحرر، تتعمر هذاك الشيك، تدير واحد الاجل ديال تقريبا 15 20 يوم، وتزامنوا هاد الناس هادو كانت تتقدم عندهم في واحد الفتره وجيزه. بزاف ديال الناس في نفس الوقت، هذا تيقول لك جات عندي في اليوم الفلاني عطاتني اجل ديال 15 يوم، هذا تيقول لك ودي جات عندي هذه تقريبا واحد 18 ولا 20 يوم، هذا كذا هذا. وبزاف ديال الناس. شكون هاد السيده هذه؟ حتى هذيك السينياتور تاكدوا البوليس بان ماشي ديالها، بعد ما تعرضت الخبره وكان بحث طويل في هذه القضيه اللي خلى الناس اللي خلى النيابه العامه ان يبحثوا ويعمقوا البحث وتبرأ الذمه ديال هذه البنت، رغم ان الشيك ديالها والحساب البنكي بالاسم ديالها، الى ان هذوك الناس برؤوها، قال لك لا ماشي هذه البنت. رغم ذلك الناس ديال الشرطه كانت عندهم بعض الشكوك، قالوا ربما هذه البنت هذه مصاوبه حساب بنكي معاها شي حد اللي هذه خطه مديرين بيناتهم في اطار عمليه نصب. ولكن هي البنت بالاساس تقول انا ما عنديش حساب بنكي. صافي نقدروا نقولوا البنت الا كانت نصابه ودايره يدها مع شي حد اخر ولا مع شي وحده اخرى اللي كانت تصدر هذوك الشيكات، تقدر تقول البنت انا عندي حساب بنكي وفعلا انا خديت كارنيت شيك ويمكن راه تسرق ليا. انا قدروا يشكوا البوليس بانه كاين هذيك الريحه ديال النصب، او ان البنت في راسها شي حاجه والبنت تتنفي هذا الشيء هذا. كان ما عنديش حساب بنكي. هذه هي القضيه اللي استغربوا الناس ديال الشرطه. بحث ما تبحث في اخر المطاف شنو اللي غادي يوقع؟ البوليس طاحت لهم واحد الخطه، طاحت لهم واحد الفكره، قالوا علاش اللي ما نشوفوش رقم الهاتف اللي تنشأ به هذا الحساب هذا. نعرفوا حنا اي انسان تيمشي للبنك تيبغي يدير حساب بنكي راه تيطلبوا منه رقم الهاتف. بالفعل تقدموا من جديد النيابه العامه اللي اشرت لهم واحد الطلب، مشى لبنك المغرب، لان هذا الشيء كله راه بطبيعه الحال بالاذن بالاستدانه ديال النيابه العامه. يعني بزاف ديال الناس تيقول لك تتكون هكا شي حاجه تيقول لك علاش البوليس ما مشاوش للبنك؟ ما يمكنش البوليس يمشيو للبنك، البوليس ما عندهم حتى شي علاقه بالوكاله البنكيه، ما عندهم ما يمشيو يسولوا ليه يبحثوا تما. كيكون واحد الطلب تيمشي للنيابه العامه تتاشر لهم عليه، تيمشي لشركه الاتصالات المغرب، هادشي الا كان شي تليفون او كذا وكذا، او لا كان حساب بنكي راه تيمشي للبنك المغرب واللي تعطيهم التقرير. وبالفعل تقدموا الناس ديال الشرطه بالطلب هذا، خرج التقرير اللي تيقول لهم ودي ها الرقم اللي تكري به هذا الحساب هذا الحساب البنكي. قبل هاد الهضره هادي شنو نقول؟ هادوك الناس اللي كانوا تيدفعوا الشيكات تيقولوا الوقت اللي شافوا هاد البنت هادي
هذه هضره فاتني كان اللي نقولها قبل. تيقول لك ودي ماشي هي ديال البنت اللي كانت تعطينا الشيكات، ولكن البنت تتشبه ليها. كاين واحد الشبه كبير 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 بزاف. ودي راه البنت يمكن في نفس السن ديال هاد البنت وفي نفس الشكل ديالها. بنت هي تدير الفولار، بنت ذات بشره بيضاء، البنت عامره شويه، البنت ما طويله ما قصيره، بحال هاد البنت هادي كي ماشي هي. هلاين هذاك الرقم لما جابوه الناس ديال الشرطه، البنت تقول لي مودي لا هذا انا عندي التليفون، ولكن هذا الرقم هذا راه ماشي ديالي. حتى خالتها قالت لك ودي هذا الرقم هذا ماشي ديالي، ما فايتش عندكم هذا الرقم دايز عندكم. قالت لك ودي لا هذا الرقم هذا غريب علينا. واخا الناس ديال البوليس حاولوا انهم يتصلوا بهذاك الرقم، ذاك الرقم غير مشغل. عاودوا تقدموا للنيابه العامه بطلب تاشر لهم عليه بشي شركه الاتصالات المغرب تعطيهم بعض المعطيات حول هاد لاكارت سيم وهذا الرقم. شركه الاتصالات المغرب تقول ودي بان هذا الرقم هذا ما تستعملش بزاف، وهذا اللي استعملوه او هذه اللي استعملته استعملوا تقريبا واحد المده ديال 15 يوم او حتى 20 يوم، وما صايبش ليه الكونطرا. صافي خدا كارت سيم شراها بشكل عشوائي من السوق او من الشارع ب5 دراهم ولا 10 ديال الدراهم، استعملها لغرض ما واحد المده اللي تجاوزت واحد 15 يوم ورماها. ومده هذه صافي 6 شهور، صافي الوقت اللي تكريا فيه تنشا فيه هذاك الحساب البنكي كان واحد التزامن. اذا هذا اللي صاب حساب بنكي استعمل هاد لاكارت سيم هذه لهذا الغرض، ومن بعد واحد المده ديال اسبوعين زولها. في هذه الحاله ما تحددتش الهويه ديال صاحب الرقم او صاحبه الرقم اللي تكريا به الحساب البنكي، ولكن من بحث اخر وان شركه الاتصالات المغرب تتشوف هذاك الرقم في هذاك البيريود اللي تستعملت فيه هذيك الكارت سيم ديك 15 يوم او قرابه 20 يوم، واش هذا الرقم هذا المعني بالامر كان تيتصل به شي رقم اخر، ولا شي رقم اخر كان كيتصل بهذا الرقم. لقاو بانه كان واحد الرقم اللي في هذيك الفتره كانوا كيتواصلوا بشكل يومي، اي مكالمات كانت وارده على هذا الرقم هذا، ومكالمات كانت صادره من هذا الرقم لهذاك الرقم. هو رقم واحد. هذاك الرقم شركه الاتصالات المغرب حددت الهويه ديالو، مولا مصايب الكونطرا مسجله بالاسم ديالو. زودت البوليس بالتقرير اللي فيه هاد لي دوني هاد البيانات اللي كتعلق بالهويه ديال هذاك الرقم ديال صاحب هذاك الرقم اللي كان تيتصل بهذا الرقم هذا اللي تكريا به داك الحساب البنكي. الوقت اللي تسلموا البوليس ديك الورقه، كيف قالت الولد تقريبا بحسب العنوان الوارد في بطاقه التعريف ديالو هو من نواحي مدينه السطات، علما ان هاد القضيه هذه دارت الاحداث ديالها بالنواحي ديال مدينه خريبكا. هاد العائله وهاد البنت وهاد البحث اللي داروا البوليس في مدينه خريبكا تيتفاجئوا بان هاد الولد هذا كيسكن في النواحي ديال مدينه السطات. عرضوا الاسم ديالو على البنت وعلى خالتها، قالت ودي لا ما تنعرفوا حتى شي ولد بهذا الاسم. البوليس بعد الاستئذان ديال النيابه العامه طلعوا لمدينه السطات، توصلوا لهذاك الولد، خداو الاقوال ديالو، قالوا لي ودي واحد الرقم كنتي تتصل به هذه تقريبا واحد المده ديال قرابه 6 شهور، هو كانت كيتصل بك هذا الرقم وانت كنتي تتصل به، ياك انت بالفلان من فلان، قال لك هو انا، ها الرقم ديالك رقم الهاتف ديالك، قال لك هو هذا. وقت اللي عرضوا عليه هذاك الرقم قال لي ودي انا ما عرفتش هذا الرقم، ولكن الناس ديال الشرطه قالوا لي ودي شوف في التليفون ديالك طاب بهذا الرقم لربما طلع الاسم ديالك. بالفعل الولد هو تيطاب بهذوك الارقام في الهاتف ديالو ويطلع واحد الاسم. داك الاسم اللي طلع له في الهاتف ديال واحد البنت، قال لي فعلا هذا الرقم هذا راه ديال واحد السيده كنت كنعرفها. شكون هي هاد البنت؟ قال لك ودي راه الاسم ديالها فلانه بنت فلانه، تا فين تتعرفها؟ قال لك ودي كنت كنعرفها فعلا هذه واحد المده ديال يمكن شي 5 شهور او 6 شهور دابا. قال لك هي راه من مدينه خريبكا، قال لك وكانت تقرا لنا في الجامعه في مدينه السطات كليه ديال الحقوق. قال لك انا ودي شي ما تنقرا شي، ولكن شي مره تبعها في الطريق عطاتو الرقم بقى تيتصل بها. قال لك فعلا كنت كنتواصل معها حتى في الواتساب. قال لك ولكن
تقريبا واحد المده اللي تواصلت معاه يمكن شي 15 يوم ولا 20 يوم هكاك، كنتفاجئ بان الرقم ديالها ما بقاش خدام وحيدت الواتساب. ولكن البوليس طلبوا منه، قالوا له ودي واش باقي عندك الكونفيرس؟ قال لك يمكن باقي عندي. ودخل التطبيق ديال الواتساب ولقى باللي باقا عنده الكونفرساسيون، باقا المحادثه. كانت تتهضر معاه، هو تيصيفط لها لي زوديو، هي كذلك تيهضر معاها، تتصيفط لي ميساجات. هو سمعوا الناس ديال الشرطه الصوت ديال هذيك البنت، هو تيقول ودي الاسم ديالها فلانه، ولكن انا ما تعرفش الكنيه ديالها. قال لك لان ما تلاقيتش معاه، غالبا كنا غير تنهضروا. قال لك طلبت منا اننا نتلاقاو اليوم غدا، اليوم غدا. هي تقول لي لا اليوم انا غادا نمشي للدار، انا هادي انا هادي. قال لك ما تلاقيناش. قال لك النهار كنتفاجئ بان رقم التليفون ديالها ما بقاش خدام، وحتى الواتساب راه حيداتو من هذا الرقم هذا. واخا هزوا البوليس هذاك التسجيل، اي هذوك لي زوديو، اي بالصوت ديال هذيك البنت، خداو الاسم ديالها من عند هذاك الولد اللي قالوا دي هذه البنت انا تعرفت عليها، راه كتقرا في كليه الحقوق، الاسم ديالها فلانه. مزيان، هذه من المعطيات مهمه جدا. رجعوا الناس ديال الشرطه مدينه سخريب كاع، عاودوا عيطوا على البنت، جات هي والخاله ديالها. نزيد نقول واحد القضيه، الوقت اللي البوليس كانوا تيبحثوا من الفرضيات اللي تبادرت واللي تطرحات في هذه القضيه، قالوا ربما هذا شي حد اللي سرق للبنت بطاقه التعريف ديالها واستغل داك الشبه. يمكن لان حتى الناس اللي كانوا تيدفعوا الشيكات الوقت اللي شافوا هاد البنت قال لك اودي ماشي هي هذه، ولكن كان واحد الشبه الى حد ما. اذا هذا اللي غادي يسرق لها بطاقه التعريف وغيمشي يصوب بها حساب بنكي ويردها للبنت، والبنت عندها بطاقه التعريف ديالها، اي صديق ما تسرقاتش ليها باش تقول انا راه درت التصريح بالضياع او كذا وكذا، تقول راه تسرقات لي، لا هي باقا عندها. قالوا ربما هذا شي حد اللي معاهم تما في الدار سرق بطاقه التعريف باش تيستعملها لهذا الغرض. شكون تيسكن معكم تما في الدار؟ السيده تتقول ودي انا هاد البنت هذه راه بحال بنتي، انا خالتها وعندي بنت وحده تتقرا في مدينه السطات. الوقت اللي جابوا البوليس هذه المعلومه قالوا ربما هذيك هي البنت، ولكن البوليس كانوا جابوا هذيك البنت وشافوها هذوك الناس اللي قالوا ودي راه البنت كتدفع لي الشيء، قال لك لا ماشي هي هذه، اي ماشي بنت خالتها، ماشي هي ديال البنت. ولكن كيف قلت انا البوليس بعد ما رجعوا من مدينه السطات وجاو مدينه خريبكا استدعوا الخاله ديال هاد البنت واستدعوا هاد البنت هذه المعنيه بالامر، وجات حتى بنتها، اي بنت السيده اللي مربيه بنت اختها او متبنياها ومتكفله بها. جابوه من تما قالوا لهم ودي هذا الرقم هذا ديال واحد البنت تتقرا حتى هي في مدينه السطات، كتقرا في كليه الحقوق، الاسم ديالها فلانه، ما عندهمش النسب مع الاسف. لتقريب الصوره اكثر سمعوهم هذوك لي زوديو، وهنا كانت واحد المفاجاه، بحيث ان هاد الناس هادو اي البنت وخالتها وبنت خالتها الوقت اللي سمعوا هذاك التسجيل الصوتي وسمعوا عرفوا الاسم ديال البنت، وبانها كانوا ثلاثه ديال المعطيات. المعطى الاول الاسم ديال فلان تتقرا في مدينه السطات كليه الحقوق، وها الصوت ديالها تعرفوا عليه. قال لك اودي هاد السيده هذه بنت خالتنا، صافي هاد السيده هذه عندها هذيك البنت مربيه هذه المعنيه بالامر اللي كانت الشكوك كتحول حولها، اللي مسجل الحساب بنكي بالاسم ديالها، عندها واحد بنت اختها اخرى، بنت كتسكن في الباديه في مدينه خريبكا في منطقه نوفو تابعه للدرك الملكي. حتى هي تتقرا في مدينه اي البنت تعرفت عليها، قالت لك ودي هذه راه بنت خالتي وراه تتقرا معايا في كليه الحقوق في مدينه السطات. مزيان، خرجوا البوليس هذيك اللحظه شنو جابوا البنت الوقت اللي بغاوها ما لقاوهاش في الدار ديالهم، واللي قال لك ودي راه البنت راه في السطات راه تما تتقرا. عاودوا رجعوا ثاني البوليس من جديد لمدينه السطات. خدمات البوليس هاد السيده هادي دارت لهم خدمه كبيره رونتهم. لكن البحث عطاو الناس ديال الشرطه عطاو الدق في هذه القضيه، كان بحث وتحريات مكثفه. طلعوا من مدينه السطات جابوا البنت، جابوا الكوميساريه مدينه خريبكا تيبحثوا معاها. قالوا له ودي الاسم ديالك فلانه، قالت لك ايه هذا الرقم هذا ديالك؟ قالت لك لا ما عنديش انا هذا الرقم، انا الرقم مع الكارت سيم اللي عندي في التليفون ديالي. واخا قالوا له هذا الصوت هذا صوتك ولا ماشي صوتك؟ قالت لك ودي الصوت ديالي. قلت الاسم ديالك فلان؟ قالت لك
جابوا هذاك الولد اللي كان كيتواصل معاها، اللي قال ودي شي مره كان غادي في الشارع بانت لي مشات معها قاتل حالات، عطاتو هذيك الرقم. قالوا هذا الولد هذا ما عرفتيش؟ قالت لي عرفته، هو تا هو قال لي ما ودي هذه عرفتها. والهضره جبدات قال لي ما ودي هذه البنت انا فايت تبعتها وعطاتني هذا الرقم. قالوا لي هذا الولد هذا كان كيتواصل معاك، هانت الكونفرساسيون اللي كانت بيناتكم، انت اش كنتي كتقولي لي، ها هو اش كان تيقول لك، اذا هذا الرقم كان عندك. قالت لك يمكن ما عقلتش بالضبط، يمكن كتستعملته غير شي مده وحيدته. ولكن هي البنت عارفه البوليس على جايبينها بلا اساس. هنا اتفقوا مع البوليس على انه هذاك الرقم كان عندها، هاد الفكره تقبلاتها. اخر المطاف قالت انا هذا الرقم فعلا كان عندي. مزيان، مشاو معاها نقطه بنقطه. هاد السيده شنو تجيك، اي البنت اللي مصوب الحساب البنكي بالاسم ديالها، قالت لك ودي بنت خالتي. مزيان، شنو العلاقه اللي بيناتهم؟ قالت لك ودي بنت خالتي تجي عندنا وتنجي عندهم. ونزيد نقول واحد القضيه، السيده اللي متبنيه او متكفله ببنت اختها تقول ودي هاد البنت هذه تولدات في واحد الولاده غير شرعيه ناتجه عن حمل غير شرعي. امها بعد ما ولات في العمر ديال البنت 7 سنين ماتت، راني جبتها عندي. قالت لك ودي راه مره بقات هذيك البنت عزيزه، تيحنوا فيها العائله كلهم، خوالها خوالاتها تيشوفوا البنت يتيمه وكذا. مره تيعرضوا على تدوز عندهم واحد اسبوع او اسبوعين او 4 ايام او كذا وكذا. قالت لك ودي راه تجي عندنا وتنجيو عندها. جابوا البوليس هذوك الناس اللي دافعين الشيكات، دخلوا تما شافوا البنت، شافوا هذا المعني بالامر، تعرفوا عليها. قال لك ودي هذه هي اللي كانت تعطينا الشيكات. هذا تيقول ودي راه واحد الهاتف. قال لك بقات تتلح عليا السيده هذه. قال لك عطاتني 300 درهم ودا التليفون تيسوى 2500 درهم. قال لك بقات 44000 ريال، عطاتني عليها الشيك. قالت لي راه من هنا 15 يوم انا غادا نتخلص. انا كذا ما قالتش لي ما انا طالبه، قالت لي ما انا خدامه. اغلبيه الناس هذوك كانت تقول لي ما انا خدامه وراني غير تحزيت وتتلح عليهم. والبنت جميله زعما كانت كتفونكسيوني، كانت تتوظف وتستثمر هذاك الجمال ديالها وديك اللباقه في الهضره وديك المعقوليه اللي تتبان عليها. واحد تيقول لك ودي ردات من عندي تلفزيون، هذا تيقول لك دات من عندي تلفزيون. في نفس البيريود في نفس الفتره كانت كدير من هذا التلفزيون، هذا نفس الهضره اللي كانت الطريقه اللي استعملت مع مول التليفونات هي نفس الهضره اللي وظفتها واستثمرتها وتعاملت بها مع الناس كاملين. الالحاح والاصرار والمعقوليه، وتتبين بانها في حاجه ماسه التلفزيون. وليداتي كذا، كانت تقول لي انا مزوجه، كتقول لي انا مزوجه وعندي وليداتي والتلفزيون خسرات ليا، وليداتي بقاو تيبكيو لي على التلفازه، وانا راه كذا وانا كذا، وراجلي غير يتخلص وانا راني خدامه. انا غير الشيك ها هو في 15 يوم انا غادي ندوز تلقاو الفلوس ديالكم في الحساب، ونقدر كاع نجيب لكم فلوس وعطيوني الشيك ديالي. الناس كانوا تيثيقوا فيها، كيعطيوها داكشي اللي بغات. اذا الناس تعرفوا عليها. السيده امام هذه الادله كامله اللي تجمعت عليها وهي تعترف ليهم. الهضره اللي قالت ما عمرها كانت كتوقع وما عمرها كانت في الحسبان، رغم انني فايت صرحت بها في الكثير من الحلقات. بحسب الهضره اللي تضمنها المحضر الرسمي تقول انا فعلا هاد البنت هذه بنت خالتي، اي البنت اللي مصاوب الحساب البنكي بالاسم ديالها، رغم ان هي قالت ودي انا ما عمرو كان عندي حساب بنكي وما عندي لاش نديرو. قلت لك ودي انا تنقرا في مدينه السطات وقلت الشي وانا طالبه جامعيه وانا خصني نلبس وانا كذا وانا كذا. شنو دارت؟ شي مره هي عارفه هاد الهضره تدور بين العائله، تيقولوا على هاد البنت اي طالبه الجامعيه بان راه تتشبه الفلانه، اي البنت اللي مصوب الحساب البنكي بالاسم ديالها، تيقولوا بان كاين واحد الشبه كبير. بس تسلط الضوء على هاد الهضره وفعلا كاين شبه، كاين واحد الشبه كبير. الهضره تقال هاد العام وتتجبد بزاف ديال المرات. هي بقات راسخه لهاد الهضره في العقل ديالها. شي مره البنت جات عندهم، دوزت عندهم في الدار في ديك الباديه تقريبا واحد المده ديال اسبوع، هذه واحد المده ديال 6 شهور، ويتهز ليها بطاقه تعريف. البنت طاحت لها الفكره في الراس ديالها، انا تنشبه ليها، انا لا هزيت بطاقه التعريف ديالها ومشيت ودرت كذا وكذا، غنهز ليها
ندير ما بغيت، صافي غناخذ كارني تشيك. البنت عارفه قاريه، عارفه شنو تدير. داكشي اللي دارت، مشات تصاوبت حساب بنكي بالاسم ديال هذيك البنت، ودار الدوموند على كارني تشيك. مده اسبوع ولا ربما واحد 10 ايام خرج لها كارني تشيك. البنت بدات تستعمل هنا، تستعمل هنا. لحسن الحظ انه هذاك الكارني تشيك راه تيكون فيه تقريبا واحد 50 ديال 50 شيك اللي تيكون فيه. هي استعملت واحد العدد قليل، لان العدد ديال الناس اللي جاو تيديروا ديك اللي دفعوا الشيكات كانوا تقريبا واحد 10 ولا 8 ديال الناس بالضبط. انا ما عنديش العدد كيف قلت، المهم مجموعه ديال الاشخاص اللي دفعوا الشيكات. لحسن الحظ ان السيده ما كانش بالوسائل ديالها، ما كانش عندها القدره انها تنصب بشي طريقه اللي هي كبيره وتنصب في شي اموال اللي هي كثيره. كانت تنصب غير على هذا، كيبان شي مول الحانوت، شي بائع ديال الهواتف شاب تستعمل هي داك الجمال ديالها، كتقول لي المهم هكا الرقم هو تا هو دوزها من هنا ويدوزها من هنا، تياخذ الشيك وتعطيه التليفون. شي كيفاش كانت تخدم البنت. ولكن السؤال اللي تطرح بحسب الهضره اللي تتقول هي، قالوا لها الموليس هاد الشيء اللي كنتي تاخذيه التليفون، قالت لك ها هو، ها التليفون هو هذا. والبوليس قال له راه 3 ديال التلفزيونات وفران، عاد كنتي كتاخذي شي ثلاجه، فين هادشي؟ البنت اش كانت تدير؟ شوف القدره اللي كانت هاد السيده هذه، رغم ان في العمر ديالها 24 سنه، في نفس السن ديال هذيك البنت، كيف قالت 24 25 عام، كانت تاخذ هذوك الامور، تمشي تدير مدينه السطات، تتهزها تما وتديها تتبيعها. تجيب شي هوندا تتهز لها، تتفاهم مع الثمن، تقول لها نعطيك 200 درهم ولا 300 درهم، تمشي مدينه السطات تما، تتهز هذيك الثلاجه، تديها لشي بائع ديال الاثاث، تقول له دير راني تخاصمت مع راجلي ومول الكرا وانا ما لقيتش كذا، ودات تبكي وتشكي عليهم، حتى كتبيع عليه وكتشجعوا هذاك اللي كيشري من عندها، لان هي تتقدم ليه الفاتوره، كتقول لي ها انت الفاتوره، لان الناس اللي كانوا تيبيعوا ليه هادشي وتياخذوا الشيء تعطيوها الفاتوره. هذاك اللي كيشري من عندها هي تتشجعوا، تيقول بان فعلا هاد السيد هاي جايبه الفاتوره باش شاريها، صافي ما سرقهاش. تيقول بان هاد البنت هذه في امس الحاجه هي تبدا تباكى وتشاكى عليهم. انا راجلي مشى للسجن، كانت تتوظف هاد الهضره هادي، لان بحث كبير داروا البوليس. انا ما لقيتش باش نتصرف على وليداتي، انا كذا انا كذا. الناس كانوا تيحنوا فيها، بنت باقا صغيره وصلت النيفو. اللي كان تيشجعهم يشريو من عند هو الثمن البخس، ثمن زهيد جدا. ثلاجه ساويه 70,000 ريال، 3500 درهم، كانت تتبيع عليهم ب 2000 درهم، 2300 درهم، 2500 درهم. هادشي كيفاش كانت تتعامل البنت. كانت هذه اعترافات ديالها. تقدمت هاد البنت هذه للعداله بشحال غادا تحكم؟ ب3 سنوات. شنو المستفاد متابعينا الكرام من هاد القضيه؟ المآل ديال اي مجرم بغض النظر على نوع الجنحه ديالو ولا نوع الجنايه هو السجن لا محاله، بغض النظر على الاحكام. شنو المستفاد؟ انا كيف قلت في بدايه الحلقه وهاد الهضره ذكرتها شحال من مره، قلت بانه بطاقه التعريف ديالك ممكن تدمر لك حياتك، ممكن تدمر لك حياتك، يكون المصير ديالك السجن وانت ما داير حتى شي حاجه. وهضرت بالتفصيل في واحد الحلقه، قلت ودي بان نسخه من بطاقه التعريف ما عاد بنادم ما يصور منك، ولكن بطاقه التعريف ديالك تقدر يتنصب لك شي كمين وتورط في شي قضيه اللي ما عمرك كنتي تتوقعها، بحال هادشي اللي وقع. البنت كانت تمشي عندهم ضيفه، تدوز عندهم في ديك الباديه تما واحد المده ديال اسبوع، 10 ايام، 4 ايام. البنت كانت تدي مع داك البسطام ديالها في بطاقه التعريف، الاخرى لقات كيفاش مشات هزات بطاقه التعريف ديالها، مشات صوبت بها حساب بنكي وردات لها البسطام ديالها. هي ضيفه عندهم، ما غادي تجيب. والبنت نعتبرها اميه خارجه من الخامس ابتدائي، السيده جامعيه عارفه شنو تدير، جايله كيف تيقولوا، تسمعنا تعرفنا تعرف هنا. والبنت الاخرى اصلا ما عندهاش لاش اصلا كان غدير حساب بنكي، وما خداتش حتى لا كارت كيشي صافي. غير هاد السيده هذه كانت عندها نيه النصب، مشات تصاوب حساب بنكي بالاسم ديال واحد السيده اللي ماشي هي، ما خداتش كارت كيشي، خدات مباشره طلبات كارني تشيك. اذا السيده كان في راسها العجينه كيف تيقولوا، وظنات بلي ما عمرها غتحصل. صافي هي استعملات هذيك الكارت سيم لهذاك الغرض، بعد واحد المده حيدتها، غير توصلت بالكود وكذا وديك الاجراءات حيدتها. ومن حسن الحظ الناس ديال الشرطه، من حسن الحظ ديال هذيك البنت اللي تم النصب عليها بالطريقه هذه، ان هذا المعني بالامر شي مره وقف على شي حد
بقى لاصقها، تعطاتو ديك النمره، بقى تيتواصل معنا، بقى عنده لي زوديو ديالها. اليوم ما توقعت بان غادا تحصل بهذه الطريقه هذه، لكن الله يمهل ولا يهمل. شنو المستفاد المتابعين الكرام؟ خلاصه القول وصفوه القول كيف تيقولوا، بطاقه تعريف واحد السلاح ذو حدين. بطاقه تعريف كتنفع لها، تنقضي بها بزاف ديال المصالح، تنوجهوا لبعض المؤسسات لقضاء المآرب ديالنا، لقضاء غرض اداري اللي هو من حقنا، ولكن في نفس الوقت تسرب لك وما تمشيش دير ديكلاراسيون اي وثيقه بيرمي اي حاجه تسرب منك، سير دير ديكلاراسيون في هذيك اللحظه، ما تبقاش تقول حتى غدا بعد غدا، لا، هذيك الساعه سير دير ديكلاراسيون ودير تصريح بالضياع وعاود بطاقه تعريف وعاود بيرمي، باش حتى نهار وقعت شي حاجه يقارنوا التاريخ اللي تم النصب او التكريه به هذاك الحساب البنكي ولا توقعات به شي واقعه مع التاريخ اللي درتي به التصريح بالضياع، تتم تتبرأ الذمه ديالك. وتنقول كيف قلت هو سلاح ذو حدين. راه بزاف ديال المشاكل، هذه وحده من المشاكل اللي تقدر توقع لك ببطاقه التعريف ديالك. شي نسخه من بطاقه التعريف لا باس، ولكن بطاقه التعريف يا اخي، يا سيدي يا سيدتي، لا انصحك بها. قال شي واحد خلي لي بطاقه تعريف، ولا ودي لا، خلي لك نسخه من بطاقه تعريف. بطاقه تعريف لا، لان كاين بعض الناس يقول لك لا، كيبغي باش يشدك هو، تيقول لك لا تخلي لي بطاقه تعريف، ولي لا اسمح لي. هذيك الفتره اللي انت مثلا غتضمن بها راسك انك شريتي شي منتوج وخليتي بطاقه تعريف ديك يومين ولا 3 ايام، يقدر هو يمشي يدير حساب بنكي بالاسم ديالك. وهاد القضيه فايت هضرت على انه هذيك الصوره اللي كتكون معتمده واللي كتكون في بطاقه التعريف راه غالبا ما كتشبهش لينا. انا بعدا عندي واحد الصوره في بطاقه التعريف والله لا تشبهني تماما، ما كتشبهش ليا، كانه ذاك الانسان واحد اخر، وماشي غير انا، بزاف ديال الناس. وزيد على ذلك واحد الصوره عندي في البيرمي، والله القسم الا تتجيب الضحكه بعدا لما تنشوفها تنبقى تنضحك انا. كاع الناس اللي تيشوفوها تيقول لي واش هذا البيرمي ديالك؟ كنقول لي تيقول لي شوف كي كنتي، تنقول له ودي الله يهديك راه ما كنتش هكا، راه غير هادشي اللي عطا الله. واحد الصوره والله الا مضحكه، تنجيني راسي غريب فيها، لا تشبهني تماما. بمعنى غير تمشي عند شي موظف تعطيه بطاقه تعريف، هو تيشوف الاسم، يبقى يشوف في الصوره ولا ماشي الصوره، اصلا هذيك الصوره لا تشبه، قليل اللي تتلقى عنده نفس الفيزاج اللي في الصوره هو الفيزاج ديالو. زيد على ذلك واحد الانسان صوب في بطاقه التعريف ديالو في 2014 وهو الان جا تيستعمل في 2024، هذه 10 سنين، راه الملامح حتى تتبدل، راه ما كيبقاش يتشابه الانسان. كيخاص شي تقنيه اخرى تعتمد بها بطاقه التعريف. الموظف اللي غتعطيه بطاقه التعريف كيبقى يشوف غير الاسم والنسب وكذا وكذا، صافي، ما كيبقاش يحقق، صافي. نتمنى متابعينا الكرام ان رسالتكم وصلت، كانت هذه مسطره لحلقه اليوم. أشكركم متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.